لمحبين مشروبات القهوة بحليب، تعالوا نعمل مع بعض مشروب زي بتاع الكافيهات بالظبط. اكتبولي في الكومنتات يا ترى المشروب ده اسمه ايه. اول حاجة هنوزن مثلا من 15 ل 18 جرام من حبوب البن المفضلة لينا. بعد كده هنرش شوية مية على الحبوب بتاعة البن علشان تعمل رطوبة، وده عن طريق بخاخ المية، ونرش بسيط جدا جدا، وده علشان خاطر نمنع تطاير البن، وكمان نمنع البن ان هو يلزق في المطحنة بسبب الكهرباء الساكنة، وكمان بيساعد ان البن ينزل كامل بدون اي نقصان من المطحنة. بعد كده بناخد بقى البن اللي احنا طحناه ده، بنعمل بقى الخطوة دي اللي هي خطوة توزيع البن في الباسكت علشان يكون البن متناسق، علشان المية ما تنزلش بسرعة من الممرات اللي بتتكون. بعد كده بأداة توزيع القهوة بيتم توزيع القهوة في الباسكت. بعد كده بتيجي خطوة التامبنج أو خطوة الكبس بتاع البن، وبنرش بعد كده مية علشان خاطر برضو نعمل زي نظام ترطيب كده خفيف، وبنحط حاجة كده زي الباك سكرين علشان تحافظ لي على الشاور هيد أو اللي هو المكان اللي بينزل منه البن أثناء الاستخلاص، علشان ما يتحشرش فيه بن كتير. بعد كده زي ما انتم شايفين بناخد شوت الاسبريسو اللي بيكون نازل، كل واحد بقى على حسب الملي اللي هو عايزه في الشوت بتاعه علشان يعمل مشروب معين للحليب. بعد كده بنبخر الحليب عن طريق أداة عندنا أو عن طريق دراع التبخير اللي بيكون موجود في الماكينة، ولازم يكون القوام كريمي علشان نقدر نرسم بيه على سطح القهوة. طبعا أنا مش محترفة قوي في الرسم، بس حاولت أرسم لكم على قدر الإمكان. وبعد كده علشان خاطر تشرب شوت يكون مسكر وجميل وحلو، لازم يكون التبخير كويس جدا، مش على قد بس اللي هو الشوت يكون مظبوط بتاع القهوة. لو شاطرين بقى اكتبولي في الكومنتس تحت المشروب ده اسمه ايه. وكمان لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك، لان ده بيفرق معايا كتير وبيحفزني ان انا استمر واعمل لكم فيديوهات اكتر، وكمان بيساعد على نشر الفيديو لناس اكتر، فالناس اكتر تستفيد. وما تنسوش بقى تعملوا لايك زي ما قلت لكم، وتعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي، وتدعموني ان انا استمر. ميرسي جدا ليكم، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.